تعالوا بقى نجرب نلعب بصلصال الفوم ونشوف ممكن يخرج معانا ايه او يخرج معانا اشكال ايه. صح يا كوكي؟ صح. تعالوا بصوا، احنا جبنا الالوان كلها بس اخدنا واحده بس لعبنا بيها. انا اقول لك يا اصحابي الحلوين نستخدم بص بقى، بيجي معاه الادوات بتاعته اللي هي الثلاث حاجات دول، ادوات التشكيل. خلاص تعالوا بقى ناخد مثلا البني والابيض، يعني تعالوا نشوف ممكن نستخدم الوان ايه. طبعا احلى حاجة فيه اللي احنا لما نيجي نستخدمه ونفتحه اللي هو ده هيتقفل تاني. اكيد فاهميني يعني احنا اكيد مش هنستخدم كل الكمية دي، فتعالوا نجرب بقى نشوف. هيبقى لسه طري فعلا، انا حاسة اللي هو لسه جديد فصعب التشكيل، بس هنجرب. بصوا بقى، يعني ايه لسه جديد؟ يعني هو بيبقى بيلزق، فتعملي ايه لو جبتيه ولقيتيه بيلزق؟ هيحتاج معاكي ان انت تقعدي تعجني فيه شوية اكتر. خلاص يعني بصوا انا هعمل ايه دلوقتي. بصوا هو لما يبقى كده هو مش بايظ ولا حاجة، تمام. وشفت فيديوهات كتير ناس بتقولك حطي نشا، حطي زيت، حطي دقيق. لا بالعكس، انت بس بتعجنيه شوية، حتى لو الشوية دول كانت فترة طويلة، تمام. بس هي يعني هيتلم معاكي وهيتعمل. فتعالوا نعجنه نشوف هياخد قد ايه وقت. بصوا بقى، احنا ضفنا لونين اللي هو البيربل والبني، تمام. وحشنا الجزء في نفس الكيس اهو، هنقفله ونحاول نشوف ممكن نعمل شكل ايه. خليكوا بقى معايا كده نشوف هنعمل ايه. بس عايزه اقول لكم اللي هو ابتدى يلم، تمام. هنبتدي نشكل قبل ما ينشف لان هو بينشف بسرعه قوي. بصوا تعالوا بقى نحاول بعد ما عملنا الكوره نبططها كده شويه، بس عايزاها من فوق تبقى مثلثة شوية. هوريكم انا عايزة ايه في الاخر. بصوا انا عايزة الشكل ده. تعالوا كده نجرب نديها ايه، مجرد تشكيل بسيط. عايزة اقول لكم اللي انا واجهت معاناة عشان اعمل الكرة الصغيرة دي. البتاع دوت جديد فبيلزق، فعايزة اقول لكم هو شبه المية. بصوا ايدي عملت ايه. فتعالوا نجرب نعمل بقى وردة. بصوا احنا عملنا شبه الوردة، يعني نقنع نفسنا. هو احلى اكيد من الكرتون. يعني عايزه اقول لكم ان اي نشاط فيه مع الاولاد بيبقى احلى من الكرتون. صح يا زوزو؟ صح. صح. نعملها تاني. هاي سبتها. انا خدت ثاني. هي دي باظت بس مش مشكله، شكلها حلو برضو. صح يا زوزي؟ صح. نسيبها بقى تنشف، هنشوف هتاخد وقت قد ايه عشان تنشف. دي ودي. تاخد لون ايه؟ دي ودي. ده لونه ايه؟ اخضر. اخضر. شاطر. وريني ايدك يا زوزو. ها. هاي يا ماما. لا عشان ما اطلعكش. وعملوا الصالحات لهم. دفعت ثمن. انت لسه ما دفعتش 7 جنيه ونص.